ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه قوي من البطاطس. وصفه سهله ومقرمشه وطعمها جميل وشكلها يفرح بيه الاطفال قوي. تعالوا معايا بطاطستين كبار. ههرسهم كده زي ما انتوا شايفين. انا سلقتهم، قطعتهم وسلقتهم. دلوقتي هنزل بربع معلقه صغيره ملح، يعني انت ممكن تاكليها جنب كاتشب وجنب اي حاجه. ومعايا معلقه كبيره من السكر، وهنزل دلوقتي بنص كوباية من النشا، ولازم اعجنهم مع بعض قوي. وهي خلاص بعد ما اتعجنت وشكلت عجينة اهي، هحطها في كيس تلاجة واحاول افردها شوية في الكيس، لان انا بعد كده هحطها في الفريزر. هتقعد 10 دقايق عشان اعرف اقطعها. سويها كويس قوي، متخليهاش مقطعة، لازم تلمي فيها كويس. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حطيها في الفريزر. وبعد ما طلعت من الفريزر خلاص هحاول اقطع الكيس كده. وبعد كده هقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين، صوابع كبيرة قوي، وبالراحة قوي قوي وانت بتعمليها. وبعد كده الزيت سخن معايا على النار، وهنزل بالصوابع دي اقليها. زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها سهلة بس انتبهي قوي وانت بتعملي عشان بتتكسر. شايفين شكلها حلو قوي، الاطفال كمان هتفرح بيها. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا مقرمشة من بره وطرية من جوه، جميلة جدا.